الفدائي آدم حمزة كايد زملكاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام دونجا وحلقه جديده من برنامج عطاير. هنتكلم النهارده عن الفدائي آدم حمزة كايد الدولي الفلسطيني بنسبه 99.9 اصبح زملكاوي. سايب الواحد من 10% زي برضو لما قلت لك في حلقه شيكو بنزا انه 99.9 زملكاوي. دايما سايب 1 من 10 لان الزمالك لسه ما اعلنش رسمي، سواء شيكو بنزا او ادم حمزة كايد. بس الاخبار كلها منتشره ان خلاص الزمالك شبه خلص معاه وتذاكر الطيران اتبعتت له. ممكن وانا بكون بصور الحلقه يكون هو خلاص كمان نازل مصر، يعني او شبه وصل مصر. طبعا في ظل وجود الاداره الجديده، اداره جون ادوارد، احنا ما بنعرفش ومحدش بيعرف معلومه. اللعيب جه ما جاش، وصل ما وصلش، المدرب ساعتها احنا ما عرفناش هو وصل ولا ما وصلش. المعلومه بتتقال ان بنسبه كبيره فلان خد التذاكر وجاي. دي اقصى حاجه بنوصل لها مع جون ادوارد، ودي حاجه كويسه. يعني انا عن نفسي مش زعلان منها. في البدايه صديقي العزيز المشجع الزملكاوي، طالما وصل لك الفيديو لاول مره تتفرج علينا، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. ولو انت مشترك معانا في القناه، اللايك والكومنت والشير مهمين جدا عشان صوتنا يوصل لكل الناس. في البدايه صديقي العزيز المشجع، هسالك سؤال ومستني اجابه حضرتك عليه. هل انت شايف ادم حمزة كايد لما اتفرجت عليه، شايف ان هو لعيب مفيد وهينجح في الزمالك وهيفيد الزمالك، ولا هو لعيب عادي؟ منتظر اجاباتكم يا صديقي العزيز. نبدا حلقه النهارده وانا اقول لك يا صديقي العزيز، واتكلم بكل امانه وزي ما انتم متعودين معايا. انا بجيب بروفايل اللعيب، بخليك تشوف اللعيب من قبل ما ينزل الملعب. بقعد ادرس اللعيب كتير قوي وارقام، وبتفرج عليه مره واثنين وثلاثه وهايلايتس وماتشات، وبقعد اتفرج على اللعيب عشان اقدر اخد انطباع عن اللعيب. ادم حمزة كايد لعيب دولي فلسطيني، لعب، كان بيلعب مؤخرا، يعني اخر 3 سنين لعبهم كان بيلعب في الدوري الهولندي، يعني في ليفل كويس جدا، ليفل فيه التحامات ومنافسات قويه. فلازم نحط في الاعتبار معلومه زي كده. لعيب مواليد 2 مارس 2002، عنده 23 سنه، لعيب لسه سنه كويس، قدامه عمر. نفس اللي اتكلمنا عليه على شيكو بنزا، ان ادم حمزة كايد قدامه انت بتتكلم بالميت يديك 10 سنين. لو اتطور ولا قلت او مسمي العنوان من بره ان هو هل يكون كينو جديد، المقصود بيه الهاكر كينو البرازيلي، كان لاعب نادي بيراميدز. لان اللعيب ده ممكن يا جماعه لو اشتغل على نفسه واتطور، انا بقول لك مؤشرات لعيب كبير قوي، لعيب يعدي، لعيب يكسر الدنيا. خد بالك لو اشتغل على نفسه، هو لعيب اجمالا كويس. فهل احنا قدام لعيب ممكن يبقى كينو الجديد؟ هنتكلم ونشوف. انت بتتكلم في لعيب بيلعب بقدمه اليمنى وبيلعب مركز جناح شمال اساسي، يعني رقم 1 مركز جناح شمال، يميل للعمق، مش جناح خط، مش مصطفى شلبي، مش لعيبه، يعني مش لعيبه كتير. مثلا نقول بن شرقي، مثلا قول كينو. اللعيب اللي بقول لك الجناح اللي هو دايما هتلاقيه دايما بياخد لجوه، داخل لجوه، دايما هو دماغه تفكيره رايحه للعمق، دايما تفكيره وقراراته رايحه ان اكون مهاجم تاني جوه ال 18. ده في تفكيره ودماغه جايبه ان انا ابقى مركز 10. هنا نروح للنقطه الثانيه، وهو المركز الثاني، بيلعب مركز 10 بشكل برضه كويس جدا. احيانا يلعب جناح يمين بس مش بيكون مميز فيها. القيمه التسويقيه بتاعته حاليا $300,000. ومن يوم ما بدا كوره ولعب مسيرته، يعني وهو او في المستوى اللي هو بدا يتصنف ويتحط له قيمه تسويقيه، هو من 150 ل 300، ما قلش عن كده وما زادش عن كده، هي المتوسط بتاعه ده. بتتكلم في لاعب لعب في مسيرته 82 مباراه، سجل 11 وصنع 2، ودي نقطه من النقط اللي برضه من مشاهده الفيديوهات لاحظتها ونتكلم في عيوبه. ارقامه ضعيفه اللي هي تسجيل الاهداف، صنع 2، نسبه تسجيله للاهداف 13%، ونسبه مساهمته للاهداف تسجيل وصناعه 15%. زي ما قلت لك نسبه ضعيفه، بس لسه لعيب صغير، لعيب مش ما وصلش للنضج الكامل. هنا هسأل سؤال او هجاوبك على السؤال يا صديقي العزيز الاولاني. هل هو يكون خليفه كينو؟ لعيب، انا زي ما قلت لك لعيب جامد قوي، لعيب جامد قوي. ادم لعيب من مميزاته، عشان انا جبت لك السؤال واقول لك على المميزات عشان هجاوبك على السؤال من مميزاته. خليفه كينو ليه؟ لانه هو انا شفته لعيب مهاري جدا،
من مميزاته ان هو في الواحد على واحد ممتع جدا، لعيب هايل في الواحد على واحد. طريقه الدريبلينج بتاعه والاستلام والفنتات اللي بيعملها الارتو اللي بيعمله هو شبه كينو بعيدا عن الدقه. هو ما عندوش دقه الفينش اللي كان عند كينو. كينو لعيب كان متكامل. كينو لما كان بيزودها ما بتتقطعش منه، كان لعيب متمكن. هو دي الفكره. عشان كده بقول لك هل يكون خليفه كينو من مميزاته وعيوبه؟ لو اللعيب ده طور مميزاته وقلل عيوبه، انا بقول لك يبقى لعيب كبير قوي ويبقى شبه كينو في يوم من الايام. فهو في الواحد على واحد مهاري جدا، فنتات ممتازه، هايل جدا في الاستلام تحت ضغط. يعني تلاقيه نازل وفي ظهره حد ممتاز يحط رجله، يعني تلاقيه بيستلم رجله والرجل الثانيه حاططها في المدافع اللي في ظهره يمنعه انه يوصل للكوره. تلاقيه واقف بيستلم صح تحت ضغط. ومميز جدا 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 كمان خفيف في الترنات بتاعته، خفيف في الترنات. يعني هو لما بيستلم تلاقيه عمل فنت لف في ثانيه. هنا لعيب مرن بيعرف يلف في الترنات بتاعته خفيفه، ودي نقطه مهمه جدا في اي لعيب جناح او مركز 10، انه يعرف يفتك الضغط او يضرب الضغط بترن، خلاص طلع الباك اللي ضغط عليه بره اللعب. فهو خفيف جدا في النقطه دي. سرعته كويسه بالكوره ومن غير الكوره. يعني لو الكوره معاه ما تلاقيش بتبعد منه، سريع بيها، بيعرف يجري الدريبلينج بيه ممتاز وسريع، ومن غير كوره بيقطع المساحات بسرعه، فسرعته كويسه. بتتكلم على لعيب عنده رؤيه في الملعب، بيبقى قاري الملعب عنده، خد بالك، بس مش ميزه كبيره قوي. يعني في اوقات يبقى بينفذها بشكل كويس، واوقات تاني بياخد القرار الغلط ان هو ابدا ازودها. من نقطه عيوبه اللي هنتكلم عليها. بس هو عنده رؤيه. يعني لما تلاقي المهاجم بيقطع في المساحه، في انصاف المساحات ما بين الباك والمدافع، المهاجم لو بيقطع بيبقى هو ضامن المساحه دي، لو فتحت بيعرف يعمل الباص في المساحه دي. يعني نقطه كويسه ان هو بيعرف يشوف. لما بيضم للعمق ويلاقي الجناح الثاني او الباك الثاني فاتح، بيغير الملعب بشكل ممتاز. فهو عنده رؤيه، مش منعدم الرؤيه. بتتكلم على لاعب هايل في التحركات بدون كوره، وفكره ان هو يتحرك، يعني يعمل الباص لما هو بيلعب جناح، يعمل الباص وتلاقيه جري في انصاف المساحات او ما بين الخطوط، ياخد المساحه عشان يطلب الكوره ويستلم. فهو ممتاز وبيعرف يتحرك كويس في المساحات. بيطلب الكوره كتير وما بيخافش، ما بيستخباش بلغه الكوره. وهنا انا بكلمك بقى بلغه الكوره. واحد لاعب كوره، في لعيب فعلا تلاقيه دايما مستخبي في الباك، فانت هنا بيضحك عليك، تقول ايه يا عم ده طول الماتش هو بيتلعب عليه مان ممسوك. لا، هو اللي بيستخبى فيروح يقف مع الباك. ادم كايد ما بيستخباش، ادم كايد ما بيخافش، تلاقيه دايما يتحرك وهو بيطلب الكوره. ادم كايد بيلعب الكوره الثابته بشكل كويس جدا، الكورنرات والفاولات بيلفها بشكل ممتاز. عمل كذا من اسيستين شفتهم مع منتخب فلسطين، من كرات ثابته، واحده لاسامه ابو علي وواحده من الاثنين ركنيه، واحده لاسامه ابو علي وواحده لعيب ثاني. فبيلعب الكره الثابته بشكل مميز، ممتاز جدا في الواجبات الدفاعيه، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. ومن النقطه دي هجاوبك على السؤال الثاني. ليه الزمالك فكر يضم ادم كايد؟ ادم كايد بينزل بيرتد ويعمل الواجب الدفاعي. وهنا دي نقطه من نقط طريقه اللعب الخاصه او الجناح المميز بالنسبه للمدير الفني الجديد البلجيكي للنادي الزمالك يانيك فيريرا، انه بيحب اللعيبه اللي عندها باور، اللعيبه اللي عندها ورك ريت عالي. اللعيب هو عايز جناح وباك الاثنين ياخدوا الخط رايح جاي، والكوره مش معاه تلاقي الباك ارتد نزل وينزل معاه الجناح ويقفلوا المساحات. ليه الزمالك ضم ادم كايد؟ لانه بيخدم على نقطه وطريقه لعب يانيك فيريرا في المميزات اللي قلت لك من شويه، في طريقه اللعب ومميزاته. يعني هو مش جناح خط، وهنا يانيك فيريرا ما بيحبش جناح الخط، عايز الجناحين دايما يخشوا للعمق. ادم مميز في دي، وقلت لك من اهم مميزاته ان هو دايما هتلاقيه جناح ضامن للعمق، بالكوره من غير كوره تلاقيه داخل مهاجم تاني. فليه؟ عشان يفضي المساحات، لان زي ما قلت لك ارجع في حلقه البروفايل بتاع يانيك فيريرا واللي اتكلمنا فيه عن يانيك فيريرا، قلت لك بيطير الباكين، فعايز جناحين يخشوا للعمق. هتلاقيني الكلام ده قلت لك بالظبط. ادم كايد جه الزمالك عشان الاسباب دي. هو بروفايل لعيب يقدر يخدم بشكل كبير على طريقه لعب يانيك فيريرا. عيوب ادم حمزه كايد: تسجيل الاهداف قليله جدا معاه، ودي قلت لك عليها في النسبه وارقامه. هو صعب جدا، عنده مشاكل في فكره رجله على الجول. زي ما بنقول كده بلغه الكوره ولغه لعيبه الكوره، رجله ما شافتش الجول.
رجله يعني بعد الشر مش القصد، بس احنا دايما بنقول في لعيبه الكوره اللي ما بتعرفش تسجل بنقول رجله مقطوعه على الجون، هو ما بيعرفش، ما بيشوفش الجول. فدي عيب فيه، حتى لما يضم تلاقيه بيعمل الارتو ضعيفه، يا اما يعملها قويه قوي فوق العارضه، مش ما عندوش الدقه في انه لما يضم يحط. ده عيب من العيوب اللي عنده. هل عيب كارثي ما يتصلحش؟ لا، يتصلح ويتطور لما محلل الاداء والمدرب يشتغلوا عليها، وهو نفسه يشتغل عليها بشكل فردي. من عيوبه ان هو ضعيف في الكور العاليه، ما بياخدش الكور العاليه بشكل كبير، مش مميز في الكور العاليه. دي انا ممكن استغنى عنها، بس فكره ان رجلك على الجون ما استغناش عنها. انا عايز جناح يكون فتاك، هيضم، خلاص انت بتعمل الصعب كله ضميت، لازم هنا بقى رجلك تظبط على الجون. اوقات كتير مهاراته بتخدعه، دي من نقطه عيوبه. يعني هو لعيب يا جماعه، هو لعيب الحريف، خد بالك بيحب يمسك الكوره كتير، بس هو في اوقات بيزودها قوي فتتقطع منه. وهنا النقطه اللي لازم هو يبدا يبقى ذكي فيها، ودي مع الوقت على فكره اللعيب بيكتسبها، ان هو يبقى ذكي امتى ازود قوي وابقى قابل ان الكوره تتقطع مني. فين المكان؟ ايه لما اكون في الثلث الاخير عند الرايه الركنيه بتاع الفريق المنافس ولا الاوت، ممكن ازودها وتتقطع فتطلع اوت، ولا ركله ركنيه او ضربه مرمى تبقى مقبوله. انما في اماكن خطره جدا ان انا ازود فيها فتتقطع، تتعمل عليها مرتده والبس جول. فهو بيزودها كتير، ودي من عيوبه، بس زي ما برضه مش كارثه. ده كده البروفايل الخاص بادم كايد، مميزاته وعيوبه. هل زي ما قلت لك هو لعيب كبير؟ اه لعيب كبير، لعيب جامد. هو ولا اي لعيب مصري، خد بالك ادم حمزه كايد انت هتعامله معامله الجناح المصري مش اجنبي. هو بقى ولا اي جناح مصري من وجهه نظري؟ لا طبعا هو ولا حمزه ولا زلاكه. انا بالنسبه لي هو ولا زيكو. هو فانت بكلمك على المتاح، مش بتكلم على اي جناح مصري، عشان انا بس عارف الدماغ. الناس هتقول لي يا عم انت بتقول ايه؟ ما ابراهيم عادل جامد ازاي هو ولا ابراهيم عادل؟ لا، ابراهيم عادل طبعا. هو ولا رمضان صبحي؟ رمضان صبحي يفرق عنه، لان طبعا فارق الخبرات والقوه، ورمضان لعيب كبير، بس هو لعيب زي ما قلت لك كويس قوي، لعيب جامد جدا، لعيب انا من الوهله الاولى شفته ستايل كينو. ستايل كينو في الفنتات، في الدريبلينج، في الواحد على واحد، في البساط، في الضم للعمق. فهو قادر لو طور قوي فكره ان هو لما يضم للعمق والارتو يتقنها تروح في البعيده ممتازه، التسديد بقوه، انه يخش يسجل كتير. انا بقول لك يا عم اتفرج عليه، وهتقول اسلام دونجا قال اتفرج على اللعيب ده ادم حمزه كايد، لو طور من نفسه وزود المميزات اللي عنده دي اتفرج عليه. انا بقول لك هيكسر الدنيا، لعيب عنده مميزات كتيره جدا جدا جدا. فده كان كل اللي معانا بخصوص بروفايل وتقييم وتحليل صفقه الزمالك الجديده المنتظره بنسبه 99% و9 الفدائي الفلسطيني ادم حمزه كايد. يا صديقي العزيز، طالما وصل لك الفيديو واول مره تتفرج علينا، استمرارا يعني لدعم حضراتكم الفتره الاخيره، وفضلا وليس امرا، تدعم المحتوى اللي احنا بنقدمه وتشترك في القناه. ولو انت مشترك في القناه، اللايك والكومنت والشير مهمين جدا عشان صوتنا يوصل لكل الناس. كان معاكم اسلام دونجا في حلقه جديده من برنامج عطاير. نتقابل دايما على خير يا صديقي العزيز، سلام.